والدتك او والدك بيعتقدوا فيكي ايه غلط وانت بتعمليه صح اصلا؟ بيعتقدوا، لا، ما بيعتقدوا في حاجه صح وانا بعمل حاجه غلط. عندنا محل احذيه وكده، بقفل المحل وبروح مع اصحابي نلعب بلاي ستيشن وكده. هم فاكرينك في المحل للاسف. يعني هم فاكرين ان انا ابن ناس محترم. مش لازم يفتكروك ابن ناس. انا مش محترم. ابوك وامك لازم يفتكروك ابن ناس. والدتي تفتكر ان انا كل يوم لما بخرج، يعني مثلا بخرج في باريس مثلا او في مصر كلها في ساعتين زمن، بتبقى فاكره كده، مع ان انا عادي بخرج في المانيا، ليه انا باجي السيده. تعتقد ان انا مهمله، بس انا مش مهمله خالص، وبقعد على الفيسبوك كتير، بس انا مش بقعد كتير. واخدين فكره ان انا كيوب، بس انا شرس يعني عادي. انت شرس؟ ايه الشرس اللي فيك مش ما بعملش حاجه. بيعتقدوا فيا بقى ان انا بذاكر بقى ومش بقوم من على الكتاب، بس انا في الحقيقه مش بفتحها يعني. ان انا بكلم بنات وكده، والحاجه دي بتبقى غير صحيحه يعني. بس الواحد انا نفسي مش مصدق. ولا انا. هو متوقع بقى ان هو ما يجيب لي عربيه بقى، اخد العربيه بقى وهطلع على المقطم بقى وبنات. اعتقدوا ان انا ما بذاكرش. ما بتذاكرش؟ طبعا. بجد والله؟ وانت الحقيقه؟ لا طبعا بذاكر يعني. انا في كليه القصر العيني، المفروض اكون بذاكر غصب. كليه القصر العيني؟ ده في حد ذاته اكيد لنا انك ما بتذاكرش. معتقد ان القسم اللي انا فيه ممكن اعمل اي حاجه فيه في اي وقت. ما تعرفش ان انا القسم اللي انا فيه ابداعي بس كده. بس يعني شكلك مبدع فعلا. لا خالص. هم فاكريني بحضر المحاضرات والدروس كده. بس انا ما بحضرش. والدتي فاكره ان هي عارفه كل حاجه عني، بس هي في الحقيقه مش عارفه اي حاجه. ان انا كل يوم بنزل بروح اذاكر بروجكتس واقعد مع اصحابي، بس في الاخر انا ما بذاكرش. هم فاهمين ان انا شاطر وممكن اطلع الاول على الجمهوريه، واطلع الاول على الكليه، واطلع الاول في اي حاجه ممكن اعملها، وانا مش كده خالص يعني. قول لهم بقى، قول لها يا ماما ولا يا بابا انا بعمل كذا. انا بعمل كذا. لا انا كده لا يعني قول لهم. لا ما انت هتتنفخ، عايزينك تتنفخ. ما كده الفيديو هينتشر وانا وهتتنفخ؟ ما انا عايزك تتنفخ. طب قول للماما وبابا. والله لو جبت لي عربيه هوصل اخواتي وهوصل ماما. كداب. وهوديهم كلهم كلياتهم ومدارسهم. كداب. ومش هعط خالص يعني. ممكن كداب قوي. ممكن اعط يوم الخميس بس. والله ماما ما بنلفش مصر ولا حاجه يعني، عادي بنقعد في بلدنا ونخرج ونقعد على قهوه بلدي والشاي بجنيه ونص والدنيا زي الفل يعني. والله. شفتيه هو حاطط ايده في وسطه يا ماما؟ ماما ما تمسحيش الشقه يوم السبت والحد. ماما انت فاكره ان انا بحضر الدروس وانا ما بحضرش اصلا؟ لا يا ماما انا اسف. ماما انا اسف. ما تزعليش مني. ما تزعليش مني. انا والله ما هكررها تاني. والله ما هكررها تاني. اديني الميكروفون. انت فاكره ان انت عارفه كل حاجه، بس انت مش عارفه اي حاجه. بابا ويا ماما انتوا فاكرين ان انا بروح المحل وبفتح المحل وبقعد فيه، بس انا في الاصل يعني بقفله وبروح العب بلاي ستيشن مع اصحابي، بس انا والله بحب البلاي ستيشن جدا. انا بعمل شغل البيت كله، بس انت معتقده مش بعمل اي حاجه خالص. هو انتوا فاكرين عني ان انا بذاكر، بس مش بذاكر بالطريقه اللي انتوا فاكرينها، وانا بذاكر بس مش الدرجه، مش كل يوم يعني. انت يا ماما بتعتقد فيا ان انا بذاكر ومش بقوم من على الكتاب، وان انا شاطره انا شاطره بفهم بس مش بذاكر. بابا وماما انتوا فاكرين ان انا كيوت، بس انا مش كده قوي يعني. يا ماما يا بابا انا بذاكر وبكلم بنات. بعترف اهو. بكلم بنات تاني. بكلم بنات. يا ماما انا والله العظيم بتمرن العاب قوه وبجري وبنزل بطوله اجري وبتمرن بجري وبروح كل حته وانا بجري. بس ماما بابا انا بقيت انسان كويس، بس هو يعني بابا الله يرحمه، فربنا يرحمه. قول له يا بابا ليه؟ ما هو يعني يرحمه يعني. يا ماما ما بكلمش حد، وربنا ما بكلم حد، بس هي واحده بس مش كتير يعني، عشان بس ما تقلقوش، والمذاكره تمام يعني. هم فاكرين ان انا ما بذاكرش ومقصر وكده وبتاع، بس انا بذاكر كورسات ومذاكره وكل حاجه تمام ان شاء الله يعني. بعد 3 سنين كده مهندس ان شاء الله.